اشتغل بالمونة. هاي صار لي 15 سنة اشتغل بالمونة، بالمي بندورة محمرة، باذنجان منشف، بامية، مقدوس، مربيات، جميع المربيات، نعناع، ايش لوازم المونة اعملها انا في بيتي الحمد لله. واخذ يعني الشيء الذمه اللي تكون ممتازه مشان المونه كمان تطلع ممتازه، لو يضل عندك سنتين ثلاثه ما يخرب. وانا الحمد لله بفضل رب العالمين الله يجعلنا مفتاح خير مغلاق شر ان شاء الله. ايش في مرة ارمله عندنا بالحاره او مطلقه وعندها اولاد صغار، يعني جمعناهم كلها، جمعتهم كلهم ببيتي وعم نشتغل كلياتنا من الصبح الى الساعه 6 العصر. والحمد لله نحن مبسوطين باللي الله رزق لنا، واحسن ما الواحد يمد ايده للعالم. صارت الحياه كثير صعبه، وواحد لحاله يشتغل بالبيت ما يكفي، بيت ومصروف واولاد يعني، وغير يكون بالاجار الحمد لله يعني، بس في ناس بالاجار وضعنا كثير صعب وعندنا اولاد صغار ايتام. فلا يا ربي الله يجعلنا مفتاح خير لهم، انه نحن كمان نستفاد بشغل النظيف، وانه هن يستفادون بالرزقه، انه ما يمدوا ايدهم لحدا. والحمد لله انا مبسوطه كثير بشغلي. وهاي صار لي 4 سنين انضميتوا لمشروع احلام صغيره، ما قصروا معي ابدا، يعني كل ما يصير معرض عندن يعرضوا موادي الغذائيه كلياتها، والحمد لله في طلب عليها كثير. ونحن هلا حاليا 10 نساء في البيت عم نشتغل الحمد لله، وهن مبسوطين وانا مرتاحه كثير معهم. هالنسوان اللي يجوا لعنا انا وهن نتساعد، بالمساعده طيبه، التعاون كثير حلو. لما انا اساعدهم وهن يساعدوني، يعني هيك ما نحتاج لحدا برات الشغل. يعني مثل هلا لما يكون الواحد فقير وما يشوف رزقته تيروح يمد ايده للعالم، لا هيك احسن. يعني نشتغل ببيتنا، نتعاون مع بعضنا، نساعد بعضنا، ما نحتاج لحدا غريب يتدخل معنا. هلا انا كل سنه افكر انه ابطل الشغل، انه لانه الواحد يتعب، يعني تعب جسديا، ويعني حتى العقل يكون مرتاح، يعني يضل مشغول، الفكر يضل مشغول. بس بس لما افكر بهالنسوان اللي تجي وتسترزق، ويكون انا مصدر، يعني رب العالمين هو اللي يرزق، بس رب العالمين يخلي الانسان سبب لقدام الواحد. فلما افكر فيهم انه هدول انت يتبهدلوا وهيك، هو الله الرزاق، بس لما انا اكون سببا كثير انبسط. فانا احب اكبر مشروعي، يكون عندي بيت فاضي ما يكون فيه شيء غير مشروعي بس، وهالنسوان كلياتهم حوالي هيك اتمنى، بس هذا الشيء كلف علينا اكثر.